مش احسن حاجه يعني. ادي اليو شيبد تيوب بتاعتي. تمام. اول حاجه هعملها هروح صابب شويه ووتر، هاجي من طرف كده واروح صابب شويه ايه ووتر، نفس اللي ايه اللي كان مرسوم. فهبص الاقيهم في الناحيتين زي بعض. وبعدين هروح جايب من الناحيه دي، هروح جاي كده احط هنا ايه اويل. تمام. فالاويل لما اصبه هيعمل ايه؟ هيروح واخد الووتر هيحرك بتاعتي الوتر. ده، هيروح محركها لتحت. ماشي. هيروح نازل 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 نازل. هيبقى ده المستوى الجديد بتاع مين؟ بتاع الاويل. فلازم الميه او الووتر من الناحيه التانيه يحصل لها ايه؟ تروح طالعه شويه كده. مظبوط. هيبقى ده هو الليفل الجديد. حلو. فاهمين معايا لحد كده؟ يبقى ده الليفل الجديد بتاع الميه، وده الليفل اللي ايه بنسميه الانترفيس ليفل او انترفيس، الحد الفاصل ما بين الووتر والايه والاويل. طيب انا دلوقتي عايز اطبق الشرط بتاعي. ايه الشرط بتاعي؟ ان انا عايز اجيب سيم عشان ابدا احسب هوريزونتال ليفل. اختار انهي ليفل؟ شايفين انا عندي كام ليفل في الاول؟ كان عندي في ليفل اهو اللي كانت عنده الميه، وعندي في ليفل تاني اهو اللي هو ما بين الانترفيس بتاع الليكويد الاويل اللي انا حاطه والووتر، وعندي في فيس هنا ليفل اهو بتاع الووتر الجديد، والليفل تاني بتاع الايه الاويل. اختار انهي ليفل في دول عشان احسب عنده واطبق الايه السيم هوريزونتال ليفل. بس ما تنسوش ان عندي شرطين تانيين. ايه هما؟ سيم ليكويد، وطبعا الليكويد ده لازم يكون ايه سيم ستاتيك. بريشر. ستاتيك وايه وهوموجينيوس. لازم اطبق الشروط دي كلها عشان اختار الليفل بتاعي. اختار انهي ليفل؟ بصوا معايا، لو انا خدت الليفل ده عشان اطبق موضوع السيم بريشر وقلت ان البريشر هنا بيساوي البريشر هنا، هل ينفع الليفل ده؟ هل هنا نفس الليكويد هنا عند انا على سطح الميه، لا. هنا جوه الايه جوه الاويل، يبقى ما ينفعش. يبقى الليفل ده اللي انا اخترته ده ما ينفعش، وطبيعي اللي فوق هنا مش هينفع. طيب لو خدت الليفل بتاع الميه القديم، ماشي، هل ينفع؟ برضه ما ينفعش. ليه؟ هنا جوه الميه انسايد ووتر، وهنا انسايد ليكويد انسايد ايه اويل، برضه ما ينفعش. يبقى انا مضطر عشان اطبق القاعده بتاعتي. فاطمه اقفلي المايك لحد ما تيجي تتكلمي. ماشي. يبقى انا مضطر اعمل ايه عشان اطبق القاعده بتاعتي دي؟ ان انا اختار فين الليفل بتاعي. اختاره دايما عند الانترفيس ليفل. الانترفيس ليفل هو ده الخط اللي هطبق عنده القانون بتاعي او القواعد بتاعتي اللي هو الايه اللي انا عارفها دي. ليه؟ هنا انسايد ووتر. طب وهنا هعتبر ان السطح الفاصل ده كاني خدت اخر نقطه من الووتر. يبقى انا برضو طبقت ان انا كده في انسايد الايه الووتر بتاعتي. يبقى انا طبقت الشرط ان انا في سيم ايه سيم ليكويد، والليكويد ده ستاتيك وهوموجينيوس. طيب هستفيد ايه من القصه دي؟ هسمي البوينت دي 1 واسمي البوينت دي 2، واقول بقى B1 equal B2. عشان قلت كده قلنا the same all point at the same horizontal level in the same liquid او the same static homogeneous liquid are equal pressure. يعني ال B1 عند ال B2 زي بعض. طيب تعالوا نحسب ال B1 بيساوي ايه. ال B1 البريشر هنا بيساوي ايه؟ ما تنسوش انا كده جوه السائل، فانا هحسب ايه؟ رو جي اتش بالظبط كده. بلس بتاعت مين؟ بس. الاتش بتاعت مين؟ الاويل. صح؟ كنت عايز تقول ايه؟ بلس اه الاتموسفيريك. ماشي. يبقى انا كده هتساوي ايه؟ اتش بتاعت الاويل رو اويل في الجي. تمام كده. بلس البي اي، مش هزعلك. طيب هنا عندي 2 هتساوي ايه؟ الاتش بتاعت الووتر في الرو بتاعت الووتر تايمز الجي بلس البي اي. حلو. طيب تمام. البي اي هنا هتروح مع البي اي هنا. طيب وايه بعد كده؟ الجي هنا هتروح مع الجي هنا. صح ولا مش صح؟ يتفضل لي ايه؟ اتش اويل رو اويل بتيكوال اتش ووتر رو ووتر. عايزين نعممها اكتر من كده. طيب يبقى هنسميها H1 رو 1 equal H2 رو 2. دي القاعده الايه العامه بتاعتي. ان انا لو حطيت ليكويد في اي فرع منهم، في اي سايد او من التيوب بتاعتي، من اليو شيب تيوب، هي ايكوال الاتش بتاعه في الدينستي هتيكوال الاتش بتاعت الفرع الليكويد الثاني في الدينستي بتاعته. يعني تقدر تقول ايه من هنا؟ اقول لك كده ان H1 over H2 هتيكوال رو 2 over رو 1. يعني العلاقه عايز تقول ايه يا مستر؟ عايز اقول لك ان العلاقه ما بين الرو والاتش علاقه مالها انفرس. وانا عارف الحكايه دي اصلا، يعني ده الموضوع ده مش ايه مش جديد.
تمام. وهي دي القاعده اللي انا ايه هشتغل منها، دي القاعده اللي انا هشتغل منها. الاتش انا دايما حاسبها قدام عينيا، فانا ايه بحسبها. فعندي الاتش بتاعت الاويل وعندي الاتش بتاعت الووتر. يفضل لي مثلا لو انا عارف ان ده السائل ده ووتر، وانا مش عارف الاويل ده كثافته بكام، مش هقدر اجيب الكثافه بمنتهى البساطه من هنا، من القانون ده. اقدر ولا ما اقدرش؟ اقدر. نقدر. طيب لو كنت بتكلم مع ووتر، مش نفس الحكايه برضو؟ عن طريق الديفايدنج بتاع الدينستي بتاعت السائل ده مع الووتر اقدر اجيب الريلاتيف، اقدر اجيب الريلاتيف. طيب حكايه الكومباريزون، حكايه الكومباريزون لو انا حاطط دول الكومباريزون بين تو ليكويدز، لو انا حاطط الليكويدز كده انا عارف ان قلنا ايه، ان الاتش انفرسلي بروبورشنال مع مين؟ الرو انفرسلي بروبورشنال مع الاتش. ماشي. يبقى انا لو انا حاطط سائل خفيف وسائل الرو بتاعته او الدنسيتي بتاعته عاليه، تمام، مين فيهم الاتش بتاعته هتكون اكبر؟ لو انا حاطط سائل او ليكويد الدنسيتي بتاعته عاليه مع سائل او ليكويد الدنسيتي بتاعته قليله، مين فيهم الاتش هتكون بتاعته اكتر، ارتفاعه اكتر؟ اللي الدنسيتي بتاعته اقل. الدنيا بتاعته قليلة. الله ينور عليكم. يعني كده من عينيا كده اقدر لما اشوف المنظر ده اقدر اقول لكم كده على طول مين اللي ايه الدنسيتي بتاعته، مين الدنسيتي بتاعته اقل ومين الدنسيتي بتاعته اكتر. الاتش كبيره يبقى ده الدنسيتي قليله. ده كده ايه يعني؟ لو قلنا ده 1 وده 2 يبقى انا كده عرفت على طول ان رو 1 less than رو 2. عرفتها منين؟ عشان H1 greater than H2. طيب حلو. في صعوبة الكلام ده؟ في صعوبة؟ تعال نشوف المسائل. تمام. نحل كده ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب هنا بيقول لي ايه؟ a U-shaped tube of uniform cross section area. تمام. هتفرق معايا بنوتات صحيح لو كانش uniform cross section area الحاجات اللي انا حسبتها دي، يعني بالنسبه لموضوع البرجر. ماشي. يعني لو انا عملت اليوتيوب بتاعتي كده، ماشي، عملتها كده، هتتغير معايا القوانين؟ هتتغير؟ اكيد. لا، مين اللي قال اكيد ومين قال لا؟ انا رنا قلت لا. طيب ومين قال اكيد؟ لا مش هتتغير. ايوه كده نتعادل. احنا لسه قايلين ايه؟ الكونكتد فيزل مالها بيفرق معايا الشيب. ده احنا جايبين لك شوف الشكل بتاعها، بصي. اه. ده انا مش شيب بس، ده عوجه واحد، بصي، واحد ملولو اهو، واحد ملولو اهو، والتاني سلندر عاديه بس فيرتيكال، وواحده فيها انتفاخات اهي، وواحده مايله. يعني مش مفيش انبعاج ولا تغير في الشكل غير اكتر من كده. ما فرقتش معايا في اي حاجه. تمام. تمام. ليه؟ لان انا باخد ايه يا فاطمه؟ باخد الهايت. الفيرتيكال هايت، مش اي هايت، الفيرتيكال الفيرتيكال. هايت. ماشي. طيب فمش هتفرق معايا في ايه، في حاجه. تمام. نرجع للمثال. راح فين؟ اه. تمام. طيب اليونيفورم، بس ما حبش نعدي حاجه. عارف ان اليونيفورم دي تفرق معايا في حاجه بس كمان شويه، مش دلوقتي، مش في البريشر ابدا. ماشي. is partially filled with water of density of 1000 kilogram per cubic meter. Then the oil density is 800 kilogram per cubic meter. Is poured in one of its arms until the height of the oil column become 5 سنتيمتر. يعني هو الاول كانت الميه مستويه، وبعدين راح حط من هنا زيت زي ما اتفقنا الاويل بتاعه، فالاويل ده زاح لي الميه وراح مطلعها شويه كده. تمام. عايز مني ايه؟ then the height of water above the level of the separating surface is. عايز مني مين؟ الاتش water. وناخد بالنا بقى، يعني انا كده عندي كام سيرفيس؟ ده بسميه الابر سيرفيس اوف ايه؟ ليكويد او اويل، وده الابر سيرفيس اوف ايه؟ ووتر. ده كده ده الانترفيس ليفل. ماشي. الانترفيس او السيبريتنج ليفل. اللي فوقيه ده هقول ده بايه؟ ده الهايت اوف اويل اباف ذا سيبريتنج سيرفيس او الانترفيس سيرفيس. تمام. ناخد بالنا من المصطلحات عشان كل ليفل من دول له حساباته. طيب احسب الاتش ووتر ازاي؟ مساله تعويض مباشر وما فيهاش اي حاجه خالص. هنطبق القانون بتاعنا اللي هو ايه؟ رو 1 او رو اويل اوفر رو ووتر هي ايكوال، طالما دي تحت ابدا بيها اتش ووتر اوفر اتش اويل. يبقى الاتش اويل ووتر بتاعتي اللي انا عايزها ايا كان بقى اللي انا عايزه هي ايكوال رو ووتر اوفر رو، اسف، رو اويل اوفر رو ووتر تايمز الاتش اويل. وكل الكلام ده ايه عندي؟ كل الكلام ده عندي. تمام. في مشكله في المساله كده؟ طيب what لا. if another amount of oil is added into the same arm of the tube.
the ratio between raw oil over raw water will، يعني بيقول لك لو انا رحت جاي ماشي ورحت حاطط هنا كميه اضافيه من الزيت، هل الريشيو دي هتتغير؟ وما قالكش قيمه الاتش، خدوا بالكم، وبيسال على الريشيو بتوين الرو بتاعت الاويل، الدنستي بتاعت الاويل تو الدنستي بتاعت الووتر، هل هتتغير؟ لا مش هتتغير. ليه؟ مش الدينستي ثابتة أصلا. الله ينور عليك. تاني حاجه، انا لما احط كميه اضافيه هنا من الزيت، صح، الاتش هنا هيزيد، صح، مش هيبقى 5 مثلا، هيبقى 7 وليكن، تمام. الاتش ووتر هتقعد تتفرج عليه ولا هي كمان هتزيد؟ هتزيد هتزيد. يبقى بنفس اذا الريت. بنفس الريت، مش بنفس القيمه، مش بنفس الفاليو، بنفس الريت. أيوة. الله ينور عليك. يبقى اذا هيفضل النسبه دي طول عمرها، املها هتفضل طول عمرها ثابته. ثابت. ماشي. increase decrease not change، هي دي الايه اللي انا هختارها. طيب هنا جايب لي جراف بيقول لي الاتش ووتر تو الاتش اويل. من هنا كده من الجراف ده السلوب بتاعي بيكوال ايه؟ انتوا لسه ما حفظتوش القوانين صح؟ ده هنا بقول اتش ووتر اوفر اتش اويل، يبقى الناحيه الثانيه اللي قصاده ايه؟ رو اويل اوفر رو ووتر. تمام. ده من الجراف كده. طيب نشوف بقى هو عايز ايه. بيتكلم if the opposite graph shows the relation between the height oil the HO in one arm and the height of water in the other arm above the level of the boundary surface. شايفه مسميه تاني اسمه اهو، تاني اهو boundary surface between the two liquids then the relative density of the oil equal. طب ما هو مش ده، دي كده هي ال relative density ولا مش هي؟ يعني السلوب هنا هي ايكوال الرو ريلاتيف بتاعت مين؟ بتاعت الاويل من الاول كده، بمنتهى الايه البساطه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يعني نقول ايه 10 over 12.5. حد عنده مشكله في السؤال ده؟ سهل طيب. صح؟ عايزين نصعب الموضوع شويه، مش هينفع كده. طب تعالوا نحل الاول ده وبعد كده نصعبها عليكم. In the following figures show three identical U-shaped، عشان دماغكم ما تروحش بعيد بقى وحد يقول لي ان هم غير بعض والاريا والكلام ده. Each contains two liquid of four different immiscible liquids، يعني لا يمتزجوا، X Y Z and K. بيقول لي رتب لي، ماشي. Then if the liquids in the three tubes are balanced يعني ايه؟ مقصود بكلمة balanced دي هنلاقيها في كل المسائل. يعني ايه balanced؟ مش انا اول ما بحط باجي هنا كده التيوب بتاعتي وببدا افضي الايه؟ ببدا افضي الليكويد، ماشي، ببدا افضي الليكويد من هنا كده. اول ما بحط الليكويد الاولاني بياخد وقت عقبال ما ايه؟ ما يستقر، صح؟ وبعد كده هاجي احط الليكويد التاني فعقبال ما يزقه ويستقر، ولو في دروب نزلت هنا تروح طالعه تاني حسب الكثافه والكلام ده، وكل حاجه تستقر. هو دي حكايه ايه؟ until او ار بالانسد دي، ماشي. ده معنى الكلمه، ان انا بستنى على السوائل دي كلها لحد ما كل حاجه تنفصل وترجع تاني تستقر. احنا لما بنيجي عندنا في البيت وعندي شويه ميه كده في قلب كوبايه ورحت كابب عليهم شويه زيت، مش بلاقي ساعات قطرات زيت كده بتروح نازله في قلب الميه؟ بعد كده إيه اللي بيحصل؟ لما اسيبها تستقر طبيعي ان الاويل بتاعي ده او الزيت بتاعي ده كثافته بتاعته قليله، هيروح ايه؟ طالعه فوق، وبعد كده يبدا يحصل لي الايه؟ الباوندري سيرفيس او الانترفيس سيرفيس او السيبريتنج سيرفيس هيبقى واضح ومفيش اي حاجه من فوق زي تحت. ده معنى كلمه ايه؟ معنى كلمه بالانس. انا بحاول بس افسر كل كلمه. بيقول لي رتب لي بقى السوائل دي من حيث الكثافه، اعمل ايه؟ هم. حد يبدا لي بمفتاح، لازم مفتاح ونشتغل منه. فين المفتاح؟ فين الشكل المفتاحي في دول؟ التيوب نمبر 1 ولا اللي في النص ولا اللي على الجنب؟ مين فيهم التيوب المفتاحيه؟ طبعا اللي في النص هنا. ليه؟ ماشي. بصوا هنا كده انا هختار فين الليفل بتاعي، مش الليفل اللي فوق، هختار الليفل ده، هو ده الليفل اللي هقارن عنده. فبصوا كده على ده ليكويد مين؟ ليكويد واي مع ليكويد مين؟ ليكويد كي. ليكويد واي ادي الاتش بتاعت واي، وادي الاتش بتاعت مين؟ بتاعت كي. الاتش بتاعت واي ايكوال الاتش بتاعت كي، يبقى اذا رو واي بتيكوال رو كي. مظبوط ولا لا؟ أيوة. حلو. يبقى انا كده جبت اول ايه؟ اول مفتاح. طيب تعال نبص على الشكل ده. ده هنا كده، ده ما بين ليكويد كي وليكويد اكس. الاتش بتاعت اكس بتاعت كي
جريتر ذان الاتش بتاعت مين؟ بتاعت اكس، صح؟ دي اتش اكس. يبقى اذا الرو بتاعت اكس جريتر ذان الرو بتاعت كي، العكس. مظبوط؟ صح. يبقى لو انا برتب اروح حاطط هنا كده، مش هي الرو اكس اكبر من الرو كي، يبقى احط الرو اكس هنا كده، لان هي اكبر من الرو واي اللي هي بتساوي الرو كي اكيد. تمام. طيب خلاص هو كده خلصت، بس انت تشوف الايه اخر علاقه هنا. ادي الاتش بتاع مين؟ بتاع كي، الاتش كي. تمام. اتش كي ايه علاقته مع الاتش زد؟ جريتر ذان اتش زد، صح؟ يبقى اذا رو زد مالها؟ ليس ذان رو كي. يبقى برضه دي تيجي ايه هنا اهو كده. حد عنده مشكله؟ يعني هتكون سي. هتكون سي. في عند حد مش واضحه معاه بنوتات؟ تمام يا مستر.